بسم الله الرحمن الرحيم. سنبتدأ بالدرس في الرسالة التبوكية لابن القيم رحمه الله من الآن، وقد قرأنا فيها حتى وصلنا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فنقرأ ما تيسر من شرحه لهذه الآية العظيمة يرحمك الله. قال رحمه الله: فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أو وليا، وأحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسله. والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسل في أمته وأمنائه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. سمعتم شرح قوله بالقسط، وأن المراد بذلك العدل، وأن هذا خطاب لجميع المؤمنين أن يتعاملوا مع جميع الخلق، القريب البعيد، الصديق الحبيب العدو، القوي الضعيف الذكي البليد، أن يتعاملوا مع جميع الخلق بالقسط الذي هو العدل بالأقوال وفي الأفعال. ثم قال: أولئك هم الوارثون حقا، أي الذين ورثوا الأنبياء والرسل فيما بعثوا به، الذين أقاموا العدل في الأقوال والأفعال. قال: لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته، فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد، وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا. إذن هذه القضية المهمة العظيمة، أننا إذا أردنا أن نكون ممن امتحن إيمانه فظهر إيمانه أنه إيمان قويم وإيمان عظيم صالح وإيمان يملأ قلبه، فظهر منه العدل، هذا يدل على كمال الإيمان. فهذه قضية مهمة، وهي أن الشخص لا يزن الناس إلا بميزان الشرع، إلا بميزان شرع الله عز وجل. قال: ثم قال تعالى: شهداء لله. الأولى كونوا قوامين، قوامين من ألفاظ من صيغ المبالغة، هذا في ضوابط اللغة، وإلا في كلام الله ليس هنالك مبالغة، بل هي الحقيقة والحقائق. قال: قوامين بالقسط، ثم قال: شهداء لله. قال: والشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور،
فأمر تعالى أن يكونوا شهداء له مع القيام بالقسط، شهداء لله أي من أجل الله لإرضائه والقيام بعبوديته خوفا منه ورجاء فيه وتعظيما له واستسلاما لشرعه وأحكامه، يقومون بالشهادة طاعة له رغبة ورهبة. قال رحمه الله: وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا، وأن تكون لله لا لغيره، أي تكون من أجل القيام بما جاءت به الشريعة من التعاون على البر وإدلاء بما هو حق والنصرة لمن هو مظلوم إلى غير ذلك. قال: وأن تكون لله لا لغيره. وقال في الآية الأخرى، هذه الآية الأخرى في سورة المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قال: فتضمنت الآيتان أمورا 4: أحدها القيام بالقسط، والثاني أن يكون لله، والثالث الشهادة بالقسط، والرابع أن تكون لله. كما سمعتم من الشهادة يعني ذكر أنها تكون لله، أي يكون مقصد الشخص بالشهادة أن يقيم شرع الله فيما يتعلق بالشهادة. والثاني أن تكون بالعدل، وذلك أنه لا يشهد جورا ولا يقول باطلا كما سمعت. قال: والرابع أن تكون لله. واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسر عجيب من أسرار القرآن الكريم ليس هذا موضع ذكره. يعني الآية الأولى وهي آية النساء، هذه في المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهي تتعلق بالشهادة من المؤمنين للمؤمنين وفي داخل المؤمنين، فجعل التوجيه والتعليم والأمر أكمل وأعم وأشمل. جعل الله عز وجل آية النساء أكمل وأشمل وأعم لاستيعاب الحقوق، حقوق المؤمنين. وآية المائدة هي في الشهادة والقيام بالقسط في حق الأعداء. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلما كانت آية النساء في حق المؤمنين كان فيها الاستيعاب للحق، وكان فيها يعني التحذير من المخالفة للقيام بالقسط ومن المخالفة في الشهادة، يعني بحيث لا تكون لله. كانت يعني أوعب وأكمل وأهيب من آية المائدة. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا ما يدلك على أن آية النساء يعني تتعلق بالتعامل مع المؤمنين والتحاكم بين المؤمنين والشهادة من المؤمنين للمؤمنين إلى آخره. وعلى كل كما ذكرنا لكم في الدرس الأول، لا أرى آية أشق على المؤمنين في تكاليفها من هذه الآية. لماذا؟ لأن النفس جبلت على أنها تنتصر لنفسها، وأن الشخص ينتصر لأقاربه لما بينه وبينهم من يعني أمور وروابط وقضايا داخلية ومشتركة وتمكن منهم وقريبة إلى آخره. لكن
من جاهد نفسه وتكامل إيمانه سيفعل بما دلت عليه هذه الآية. وأين هذا الصنف؟ الله يعيننا على إصلاح أنفسنا. قال رحمه الله: فأمر سبحانه أن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد فيقوم به على نفسه. وهذا أشق شيء على الشخص أنه يشهد على نفسه ويعترف بالحق عليه ويبذله لغيره، هكذا تدينا وتعبدا. هذا كما سمعت أمر شاق، وهو سهل يسير على من تكامل صدقه مع الله وإخلاصه لله ورغبته فيما عند الله، فإن الله عز وجل يكافئ هذا الصنف الذي سيشهد على نفسه من أجل إقامة الحق لغيره. الله هو الذي سيكافئه ويخلف له بما يخلف. قال: فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله وأقربائه الذين هم أخص به وألصق من سائر الناس. قد يكون الشخص يريد أن يفعل بهذه الآية أنه يشهد على نفسه ويشهد على والديه باعتبار أن الشهادة هذه حق، لكن سيجد حملة عليه، حملة كبيرة من قبل ذا وذاك، وكيف وين أنت وأنت مجنون وين عقلك وإيش تفعل كذا وكذا كما سمعت. يعني هذا حاصل. فمن هنا يصعب على الشخص أنه يواجه المناوئين والنافرين يعني الذين لا يرتضون بهذا. فهذه القضية كما سمعتم شاقة، لكن من استعان بالله وصدق مع الله أعانه الله، ولم يكن للناس قدرة على أن يحولوا بينه وبين الحق الذي قد علمه وجاءت به الشريعة. قال: فإن ما في العبد من محبته لنفسه ولوالديه وأقربائه يمنعه من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال. يعني لما يقال له هذا الذي تشهد له الآن وهذا الذي كذا فيه وفيه وقد فعل ونحن كذا ومظلومون إلى غير ذلك، وأنت الآن تأتي تفعل هكذا. قال: فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. قال: وهذا يمتحن به العبد إيمانه. يعني الشخص ينظر إلى مدى قوة إيمانه وضعفه وكماله ونقصانه عندما يعني يعلم أن الشهادة وأن الحق كيت، ثم يدعى إلى أنه لا يشهد بهذه الشهادة أو لا يحكم بهذا الحكم. قال: وهذا يمتحن به العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه، وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن ينشأه يعني بغضه، وإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجحف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق. كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. إلى هنا بارك الله فيكم. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا. نحن نعترف، وكما يقال نوقع بالعشر،
كما يقال نوقع بالعشر، أن عندنا ضعف في الإيمان. وكما قلنا يعني امتحن إيمانك وجرب وانظر إيش ستجد من يعني آفات في هذه النفس. لكن نحن ندعو أنفسنا إلى المجاهدة وإلى الاستعانة بالله، فمن استعان بالله أعانه الله وقواه الله، وهو ضعيف يقويه الله وينصره الله ويسهل الله عليه ما لم يكن في الحسبان. فلهذا ضعفنا حاصل، ووعدنا الله بالإعانة وبالنصر وبالتأييد، فلنكن على رجاء عظيم في الله وأنه معين، ونسعى ونسلك المسلك الذي يرضيه سبحانه وتعالى، نسأله العون. فمن استعان بالله أعانه الله، ومن استسلم لله وانقاد لله وسلم أمره وأظهر عجزه بين يدي الله، كان الرسول يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين.